سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولهذا فشكرا لكل من دعمنا ولو حتى بمشاهدة. بكم نرتقي ولأجلكم سنصبح الأفضل. قفلنا في الحلقة اللي فاتت بعد ما شفنا اجتماع بطلنا بدينج واللي كان عايز يضمه للفريق بتاعه بأي شكل بعد ما شاف قوته في النزال أمام مودي. ومع إن زانج كان بيفكر يرفض الانضمام للفريق بشكل مباشر في البداية، إلا إنه عرف بعدها أهمية عيلة دينج في قاعدة جيانجنان، وإنها هي اللي بتصنع رصاصات الجوهر وكمان البدل الخارقة. للسبب ده كان كلامه مع دينج بطريقة في غاية الاحترام، وقدر يوضح له إن حياته في تيان هاي أسهل وأكتر أمانا من انضمامه لجيانجنان. ومع نهاية الاجتماع واقتناع دينج بكلامه قرر يحافظ على علاقة كويسة بزانج، وعشان كده قدم له كمية كبيرة جدا من رصاصات الأصل كهدية. قبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايكاتك الجميلة واربط الأحزمة ويلا بينا على الفيديو. بنروح بعدها لبيت زانج وبنشوفه مجتمع مع الفريق بتاعه وبيقول لهم انه رفض عرض الانضمام لدينج لانه مش مناسب ليه. بتقرب منه جو وبتسأله لو كان عمل مشاكل معاه ولا حاجة لما حاول يرفض. بيرد عليها زانج وبيطمنها بان ما حدش يقدر يعمل معاه مشاكل وانه اتكلم مع دينج بشكل ودي وكمان بقوا اصحاب. بتفرح جو بكلامه وفرحتها دي لانها بتكون واثقه انهم يقدروا يرجعوا بيتهم اخيرا. وبيقول لها زانج انهم فعلا هيروحوا بيتهم على طول عشان يستعدوا كويس لصن وبقيه القاده. بيجتمع زانج بعدها بقيه القاده بتوع تيان هاي عشان يبلغهم انه هيرجع اليوم لتيان هاي والافضل انهم يرجعوا معاه. بتستغرب ليان لان الوقت متاخر حاليا وبتساله لو كان ممكن يستنوا لبكره افضل. بيتدخل جوان وقتها وبيسأل زانج لو كان القرار ده بسبب قادة مدينة داز، ولأن جوان بيناديه بالزعيم فبنشوف جو بتقوم وهي مستغربة وبتسأل زانج عن السبب. بيرد عليها زانج والثقة مليئة بأنه حاليا زعيم قاعدة شاويو وجوان يبقى النائب الخاص بيه وطبيعي إنه يحترمه. طبعا كلام زانج ده بيسبب صدمة حقيقية لكل القادة التانيين، فبتقول ليان إنها مش مصدقة إن جوان أخفى عنهم الكلام ده كله. وكمان تيان بيسأل نفسه لو كان ده معناه إن زانج مش هيحميهم هم حاليا. بيقاطع زانج افكارهم وبيقول لهم انه فهم غضبهم كويس بسبب قادة مدينة داز، ولكنه بما انهم سمعوا الكلام واستحملوا لحد نهاية الاجتماع فدلوقتي جه وقت مواجهتهم. ما هو واثق ان قادة داز هيحاولوا يستغلوا وجود الفريق المشترك في مدينة ليناي وهيهجموا على تيان هاي في الوقت ده بما ان محدش هيكون مركز معاهم من جيانجنان. بيمسك جوان الطبلة وبيقول ان زانج اكيد اتظاهر بالضعف طول الفترة اللي فاتت دي بس عشان يخدعهم بحيث انه يخليهم يهجموا على تيان هاي وساعتها يفاجئوهم ويخلصوا عليهم. وبعد ما يعملوا كده فاكيد الخبر هيسمع في كل حته في جيانجنان وكل قاده المدن التانيين هيعرفوا مدى قوتهم وهيخافوا يكرروا نفس غلطه قاده داز. بتسال ليان بطلنا لو كانوا يقدروا يساعدوه في الخطه بتاعته دي وهيعملوا كده ازاي. بيرد عليها زانج بان مفيش خطه فعليه عنده حاليا ولكنهم لازم يستعدوا للقتال بحيث ان لو قاده داز دخلوا تيان هاي ما يخرجوش منها تاني على قيد الحياه. ما المعركه بتاعتهم دي هتكون على ارضهم في مدينة تيان هاي، وبما انهم يعرفوا كل تضاريسها واسرارها فالنصر هيكون سهل. بعد ما وضح لهم الاسباب دي كلها بقى بيطلب منهم يروحوا يستعدوا للرحيل في الحال. اثناء رحيلهم بيشوفهم صن من النافذة بتاعته وبيضحك عليهم. ما هو شايف ان سبب رحيلهم اكيد هو خوفهم من المواجهة وفاكرين انهم لو رجعوا تيان هاي هيكونوا في امان. بيكمل بانه هو وقادة داز لازم يتحركوا في اسرع وقت لان مدينة تيان هاي غنية جدا بالموارد واكيد بقية قادة المدن هيطمعوا فيها برضه. ولانه خايف يهجم على كل قادة تيان هاي لوحده فبيتصل بقادة مدينته وبيقول لهم يجوا يقعدوا يشربوا شاي معاه عشان يتكلموا عن تيان هاي. وبمجرد ما بيوافقوا بيقفل معاهم بتملى ملامح الشر وشه وبيقول انه مش هيسمح لزانج يعيش في سلام من هنا ورايح. بعد شوية وقت من المكالمة دي بقى بنشوف قادة داز كلهم مجتمعين سوا. بكل انحراف بيقول لهم صن ان كل قادة تيان هاي هربوا على مدينتهم بدري وما استنوش حتى طلوع الشمس عشان يعملوا كده. بتقول له جايا ان مفيش داعي للكلام بشكل مبهم لانهم عارفين هو طلب يقابلهم ليه كويس بما انهم كلهم عندهم نفس الهدف بتاعه وعايزين شويه من موارد تيان هاي. بتبص لشين بعدها وبتقول انهم الثلاثه بيفكروا بنفس الطريقه فبيأكد على كلامها. وقتها بيضحك صن وبيقول لها كلنا زباله زي بعض فعلا وبيطلب منهم يتحدوا كلهم سوا في ابتلاع موارد تيان هاي عن طريق الضغط على قادتها. ما هو شايف ان مفيش اي داعي يخليهم يهجموا على
على قادة تيان هاي بشكل مباشر، لأنهم أكيد مجموعة فيران جبانة وهيسلموا كل الموارد من غير قتال. والسبب في كده مش ضعف قادة تيان هاي ولا حاجة، وإنما بس انخفاض قوتهم لأكتر من 90% بعد آخر حرب ضد الزومبي. لكن ورغم ضعفهم ده كله إلا إن المعركة هتكون فيها خسائر كبيرة ليهم، ومن الأفضل إنهم يحاولوا يحلوا الأمر بشكل ودي. بتقوله جاية إن اقتراحه فجر من الآخر فعلا، لأن القتال مش هيفيدهم، ولكن لو اضطروا يدخلوا في معركة برضه فهي ما عندهاش أي مانع. بيفرح صن بكلامها وبيقول لها خلصانة يا ست الكل، كده هنحاول نكلمهم بالحب الأول، ولو رفضوا هندخل نفلقهم نصين. بيتدخل شين وبيقول لهم إن الحوار ده لازم يتم بأسرع وقت ممكن، لأنهم لو اتأخروا فأكيد في غيرهم هيهاجم تيان هاي الأول. نسيبهم بقى يحتفلوا ونروح لقادة تيان هاي بعد مرور شوية وقت، وبنشوف إنهم وصلوا لمدينة تيان هاي، وقبل ما يفترقوا بيقول لهم زانج يركزوا معاه. بيوضح لهم إن الوقت مش في صالحهم أبدا، وعشان كده لازم يرجعوا القواعد بتاعتهم في الحال ويجهزوا أقوى دفاعاتهم. بنلاحظ إن ليان وقتها مش مركزة مع كلامه قوي لأنها خايفة، وبتقول في نفسها إن زانج ممكن يبيعهم كلهم ويساعد جوان وقاعدة شوي وبس بعد ما أقسموا بولائهم ليه. ويظهر إن خوفها خلاها تقرر تسأل زانج لو كان هيساعدهم في حالة يعني لو تم تركيز هجمات قادة داز عليهم في البداية من قبله. ومع إنه بيقول لها إنه أكيد هيساعدهم إلا إنها بتبدأ ترتعش من الخوف، وبتقول في نفسها إنهم مش بيمتلكوا أي دفاعات حاليا، وآخرهم بس يستخبوا في الملاجئ المحصنة تحت الأرض. للسبب ده وقبل ما زانج يمشي بترفع صوتها وبتوطي راسها وبتقول له إنها عايزاه يكون قائد لقاعدة يانشن برضه. ووسط ما كان جوان بيبارك لها وبيقول لها إنها خدت القرار الصح فعلا، بيكون تيان بيصوت من جواه وبيقول إنه كده هيكون آخر واحد زانج هيساعده تحديدا. وللسبب ده بيقول لزانج ما تنسانيش يا اسطى أرجوك، ده أنا صاحبك من زمان، وبيقسم بولائه ليه وإنه من اليوم القائد الرسمي لقاعدة شينباي بتاعته. بيرد عليهم زانج بإن الكلام حلو وكل حاجة، ولكن الثمن هيكون غالي لأنهم هيكونوا مجبرين يسمعوا لأوامره كلها مهما كانت صعبة عليهم. ويقصد بكلمة صعبة دي إنه حتى لو طلب منهم يموتوا عشانه فهيكونوا مجبرين إنهم ينفذوا الأوامر. بيتصدموا الاتنين من كلامه وفي صوت واحد بيسألوه نموت إزاي بالظبط يا اسطى، لكن ولما مش بيرد عليهم بتملى وشوشهم علامات اليأس، وبيقولوا في نفسهم إنه أكيد يعني مش هيطلب منهم يموتوا بجد، ولكن بس يقصد إنه عايز ولائهم المطلق ليه. وبما إن ليان أذكى من تيان فبيسيب لها هي الكلام، وبتقول لزانج إنهم خلاص مستعدين يموتوا عشانه لو وعدهم إنه هيحمي رجالتهم بعدها. بيرد عليها زانج بإنهم كده يقدروا يرتاحوا خلاص لأنه موافق على عرضهم، وفي الوقت الحالي عايزهم يديروا قواعدهم بشكل طبيعي ويستنوا الأوامر بتاعته. بيفرحوا الاتنين جامد وبيودعوا زانج قبل ما يمشوا، وبيقولوا له إنهم هيجهزوا أقوى دفاعاتهم الموجودة حاليا وهيستنوا الأوامر. أما عن جوان فبينادي زانج بالزعيم الفاجر وبيستأذنه عشان يمشي، ومع رحيل القادة بيطلع زانج العربية هو كمان وبيركب فيها مع أتباعه عشان يروحوا بيتهم. في وسط الطريق بيبدأ تيخا الشجاع يتحول جبان من تاني، وبيرجع في كلامه اللي قاله من شوية وبيقول إنه مش فاهم إيه سبب المعارك المستمرة دي، وساعتها لو بيقول له إن ده طبيعي في نهاية العالم، ما هي القواعد والقوانين حاليا ملهاش أي معنى يا صديقي، وده خلى اللي بيحكم العالم حاليا هو قانون الغابة اللي فيه القوي بياكل الضعيف. بيطمنهم زانج بإن دي هتكون آخر معركة وهيرتاحوا بعدها لفترة طويلة، لأن الناس لما يفهموا مدى قوتهم أكيد هيسيبوهم في حالهم، لكن لازم يركزوا كويس على حاجة مهمة وهي القضاء على قادة داز تماما، لأنهم عايزين يبعتوا رسالة قوية لأي حد يحاول يستخف بقوتهم تاني. في بيت زانج بقى بنشوف شينشن قاعدة بتفكر في أحوال زانج وبقية أصحابها. بتقول لها مي إنها هي كمان عايزة تشوف زانج جدا، ولكنها شبه واثقة إنهم هيرجعوا كمان كام يوم، لسه مش دلوقتي خالص. بس قبل ما تكمل كلامها ده حتى بتسمع صوت عربية وبتكون في حالة صدمة. بتطير شينشن من الفرحة لما بتسمعها بتقول كده، وبتقول إنها لازم تقوم تشوف بنفسها. بمجرد ما بتقرب من الباب بنشوف زانج بيدخل المكان ومعاه كل أتباعه. طبعا شينشن في الحقيقة مش مهتمة بأي حد منهم غير زانج بس، وعشان كده بتجري عليه وبتاخده بالحضن. لكن الولية اللي باين اسمها جيا أو مش فاكر اسمها ايه الصراحة بتقول لها تهدى شوية وتسيب أصحابها يرتاحوا لأنهم أكيد تعبانين من السفر. بتقدم لهم جيا بعدها مشاريب دافية، وأول مشروب طبعا بيكون لجوزها لاو. بتقعد جنبه بعدها وبتقول له إنها ملاحظة إن تعبيرات وشه متغيرة، وبتسأله لو كان في حاجة حصلت ولا ايه الكلام. بيتدخل زانج وبيقول لها تطمن لأن كل حاجة بخير والوضع تحت السيطرة. بيوضح لهم بعدها إن كل الحكاية إنهم بس هينزلوا الملجأ المحصن اللي تحت الأرض مؤقتا، لأن في قوة تانية من مدينة داز هتهجم عليهم قريب جدا. بتترعب مي من الكلام اللي بيقوله يا صديقي، وبتسأله لو كانت الحرب دي
دي هتكون شديدة زي بتاعة الزومبي. بيتدخل لو وقتها لما بيلاحظ ان جيا مراته خافت هي كمان، وبيطمن الكل ان الامر المرة دي ابسط بكتير جدا من حوار الزومبي. بيطلب زانج من شينشين تدخل تسيطر على شبكات قواعد تيان هاي الثلاثة، لانه عايز يعرف هما بيتحركوا ازاي بالظبط بما انهم حاليا تحت حكمه. ولما بتقول له شينشين انها تقدر تخترق اي حاجة بسهولة بيتصدم، ولكنها بتوضح له انها ما تقدرش تخترق القواعد الكبيرة بس زي جيانج نان. بيطير زانج من الفرحة وبيطلب منها تحاول تخترق القواعد بتاعت مدينة داز، لانها لو نجحت في المهمة دي فهيقدروا يحصلوا على معلومات عن حجم قوتهم. بيتوجه بعدها لكيرام بالكلام وبيقول لها انها المفروض لمست حاجات كتير من قاعدة جيانج نان، والمفروض تكون قدرت انها تنسخ طريقة صناعتهم وعايزها تصنع له بدل خرقة. بتطمنه كيرام بان الطلب ده بسيط وانها هتبدأ تنفذ الاوامر بتاعته على طول. اما عن مي فبيكون طلب زانج منها انها تروح على المطبخ، وده طبعا مش عشان هي بنت ولا حاجة، ولكن بس عشان الاكل الروحي اللي بتعمله. بتقول له مي انها عامله لهم مفاجأة اساسا، وانها طبخت اكل كتير وشالته في التلاجة، وكمان هتعمل كميات اكبر منه باسرع وقت ممكن. ومع نهاية اوامر زانج دي يا صديقي بيكلم اتباعه كلهم بصفة عامة وبيقول لهم يروحوا يناموا ويرتاحوا، لانه عايزهم يكونوا مستعدين كويس جدا للمعركة اللي على وشك انها تبدأ. في اليوم التالي بقى بيصحى زانج على صوت الذكاء الاصطناعي بتاع البيت، واللي بيكون عمال يصوت ويقول ان في دخيل. بيقوم زانج يبص في الكاميرات وبيقول انه ما كانش يتوقع انهم هيوصلوا بسرعة كده. ما هي الكاميرا كانت عرضاله ان في عربيتين بيقربوا من البيت بتاعه وشايلين الشارة بتاعت قواعد مدينة داز. بيلبس زانج هدومه وبيستعد انه يخرج عشان يقابلهم، وبيقول انه عايز يشوف دول تبع انهي قاعدة بالظبط في مدينة داز. وزي المعتاد ولانه مش بيحب يخرج لوحده فبينادي على لو ليانج وبيقول لهم يخرجوا معاه ولكن ما يعملوش اي مشاكل حاليا. بتقول له ليانج يخلي باله لان اللي بره دول حريصين بزيادة، بما انها لاحظت انهم توقفوا على بعد اكتر من 200 متر من القصر بتاعهم. بيرد عليها زانج بان ده شيء طبيعي لانهم اكيد من قاعدة حربية والحرص بيجري في دمهم. بيستغرب لو بيسأله لو كان يقصد انهم جايين يعلنوا الحرب عليهم في بيتهم. بيرد زانج بان ده مستحيل لانهم حاليا في نهاية العالم، ولو كانوا حابين يعلنوا الحرب كانوا هجموا عليهم بشكل مفاجئ. بيتوتر لاو من كلام بطلنا وبيسأله يقصد يقول ان دول مين بالظبط يعني. بيرد عليه زانج بانهم من مدينة داز عادي ولكنهم مش جايين عشان حوار الحرب، وانما سبب مجيئهم هو اكيد انهم يخوفوهم ويطلبوا منهم يستسلموا. طبعا لاو كان في الجيش قبل كده وده محامي، وعشان كده بيقولوا انهم اغبياء لان مفيش اي حد عبيط يعرفوه ممكن يستسلم بسهولة كده. بيرد زانج بان في ناس بتخاف على حياتها اكتر من كرامتها، ولكن مفيش داعي للتخمين والافضل يروحوا يشوفوا هم عايزين ايه. بمجرد ما بيخلص كلامه قبل ما ينزل من البيت بيتفاجأ بنظرات اتباعه ليه، ولما بيلاحظ ان كلامه خوفهم بيقول لهم ما يشيلوش هم اي حاجة لانه هيظبط كل الكلام. ما هو كده كده مش هيخرج لوحده يعني، بل هياخد معاه ليانج والقط هو وكمان العم لاو، وفوق كل ده هيستخدم عليهم الثلاثة درع الابعاد اللي هيحميهم من الطلقات النارية كلها، وكمان شكله بيكون خفي وبالتالي مش هيظهر قدام جنود مدينة داز. ومع كل ده بيطلب من اتباعه يكونوا حذرين برضه بما انه مش عايز اي اخطاء. بيقرب زانج بعدها من العربية بكل هدوء لانه مش خايف من حاجة بفضل الدرع بتاعه، وكمان لانه لاحظ ان الجنود اللي جوه العربية مش ماسكين اسلحة في ايديهم اساسا. بيقول الزعيم لاتباعه يتأهبوا شوية لان زانج بيقترب من عربيتهم مع رجالته. بيرد عليه واحد من اتباعه بان مفيش داعي للهبل ده لان شكلهم ضعيف بزيادة، وكل اللي عليهم بس يسلموا لهم الجواب ويرجعوا بيوتهم يناموا. بيتدخل واحد تاني وبيقول له ما تستعجلش يا اسطى واهدى شوية، لاننا كده كده لازم نلف حبة جوه مدينة تيان هاي اللي هتبقى بتاعتنا مستقبلا. بيرد صاحبهم التالت بانه بيتمنى يكونوا قادة تيان هاي اذكياء بما فيه الكفاية وياخدوا بعضهم ويغوروا في 60 داهية بره المدينة بتاعتهم كلها. بيقطع زانج كلامهم سوا لما بيقرب من العربية وبيسألهم بيعملوا ايه في المكان ده وعايزين منهم ايه. بيرد عليه قائد الفريق بانهم من مدينة داز وتم ارسالهم عشان يسلموه الجواب اللي معاهم، وان الجواب ده تبع كل قادة القوى الثلاثة بمدينة داز. طبعا زانج حريص وفاجر وعشان كده بيقف شوية يبص على الجواب، وده بيعصب الزعيم لانه ادرك ان زانج خايف يكون الجواب تم تسميمه ولا حاجة. بيلجأ زانج وقتها لاستخدام المخزن الفراغي بتاعه في تخزين الجواب عشان ما يلمسوش. بينبهر واحد من الجنود بالمهارة دي وبيقول ان المهارات الفراغية نادرة جدا. بكل بجاحة بيوضح الزعيم لزانج انه هيسيبه يفكر 19 ساعة بس وهيرجع له تاني. فعلى الرغم من انه كان في الاول هيسمح له بيوم كامل للتفكير
التفكير، إلا إن الرحلة خدت منهم 5 ساعات وعشان كده خصمهم من مهلة التفكير بتاعته. بعد رحيل الجنود بيستغرب لاو من تصرف زنج وبيسأله ليه سابهم يعيشوا، وساعتها بيوضح له زنج إنه مش مهتم بالجنود الصغيرين حاليا، ما هو عايز إن هجومه على قادة داز يكون هجوم مفاجئ، ومستحيل إنه يضحي بعامل المفاجأة يا صديقي عشان شوية جنود ملهمش أي لازمة. أثناء عودتهم للبيت بيقول لاو إنه مش مصدق إن في شاب في العشرينات زي زنج، لأنه دايما بيكون هادي في وجه أي صعوبات. ولما بترد عليه ليانج بإنه عامل زي الذئب الحكيم، بيبص لهم زنج وبيقول لهم إنه سمع كل حاجة بيقولوها لأنه جنبهم حرفيا. بتقول له ليانج بكل هدوء إنها بتشكر فيه بس مش بتشتمه، وإن الذئب الحكيم ده معناه إنه بيستنى دايما الوقت المناسب للهجوم عشان يكون الهجوم بتاعه قاتل. بيرد زنج بإنه مش عايز يتقال عليه عجوز وهو لسه شباب، وساعتها بتعتذر له. بيحرك زنج دماغه بالنفي لأنها مش محتاجة تعتذر، بما إنه لاحظ إن كلامها كان فيه مجاملة ليه. بيدخل زنج البيت بعدها وبيقول لجو تستعد لما تخلص أكل، لأنه عايزها تفحص له حاجة معاه جوه المعمل. ولما بيروحوا المعمل بعدها بيطلع زنج الجواب من معاه وبيقول لها تفحصه وتشوفه خالي من السموم ولا ايه الكلام. بتمسك جو الجواب بالفعل وبتحطه قدام أحد أجهزة الفحص اللي بتفحص الجهاز في ثواني، وبتقول بعدها لزنج إن الجواب سليم ويقدر يفتحه عادي براحته ومش هيتأذى. رغم كل الكلام ده إلا إنه في الآخر بيفتح الجواب بمشبك حديد من بعيد، وكمان بيلبس الخوذة عشان لو كان الجواب هينفجر في وشه ولا حاجة معرفش ازاي. بيمسك الجواب بعدها بقدرته الفراغية وبيكون مكتوب فيه التالي: مدينة تيانهوي عانت كتير من آثار الحرب الأخيرة وعدد جنودها انخفض بشكل كبير، عشان كده فاحنا قادة مدينة داز اتحدنا سوا عشان نساعدكم في حماية المدينة بتاعتكم. بيضحك زنج من الكلام اللي كاتبينه وبيقول انهم كدابين محترفين فعلا. بتسأله جو عن سبب رد فعله ده وعن محتوى الرسالة بالظبط فبيديها لها. بيقول زنج انهم فعلا بيلعبوا بذكاء لانهم بيحاولوا يتجنبوا العنف، وده عشان يقدروا ياخدوا كل موارد تيانهاي من غير ما يضطروا يواجهوا عقوبات جيانجنان. بتنتهي جو من قراءة الرسالة وبعدين بتسأله ناوي على ايه يا عم زنج بقى دلوقتي. بيرد زنج بانه مش هياخد اي قرار سريع وانما هيوري الرسالة لبقية اصحابهم عشان ياخدوا القرار سوا. ولما بيرجع لغرفة المعيشة بيتجه ناحية ليانج ولاو في البداية لان رأيهم اهم حاجة من بعده، وبيكون لاو في حالة صدمة تامة وكمان دمه بيغلي من التهديد بتاع قادة داز. دي حتى كيران بتنفعل وبتقول انهم لو سمحوا لهم بدخول تيانهاي فده معناه انهم يقدروا يهجموا عليهم بسهولة بعدها ويسرقوا مواردهم. بتبتسم ليانج لان كيران فاكرهم بجد يقصدوا بالرسالة انهم جايين يساعدوهم يحموا المدينة، ومش ملاحظة انهم ضمنيا بيهددوهم ان مدينتهم بقت ضعيفة وسهلة الاختراق. للسبب ده بتتدخل جو وبتقول لها ان في حاجات في الرسالة ممكن ما تكونش فهمتها كويس، بس فمثلا الحوار بتاع انهم يجوا يساعدوهم في حماية المدينة ده معناه انهم هيحتاجوا لموارد واراضي كتيرة عشان عدد جنودهم الكبير. بترد كيران العبيطة بانهم يقدروا يرفضوا يدولهم اي حاجة عادي لانهم اكيد يعني مش هيهاجموا عليهم لو رفضوا يعملوا كده خوفا من جيانجنان. بتوضح لها جون ده ما ينفعش يحصل للاسف لانهم لو سمحوا لهم يدخلوا تيانهاي بحجة حمايتها ساعتها قادة جيانجنان هيقفوا في صفهم وهيضغطوا على زنج يمنح قادة داز موارد مقابل حمايتهم للمدينة. بتنفجر كيران من الغضب وبتقول ان ده مش عادل ابدا والمفروض ما يتمش السماح بيه. هنا بقى بيتدخل زنج وبيقول لهم ان قادة داز كلهم كده كده ناويين يتعاركوا معاهم في النهاية، ولكن على عكس ما هم فاكرين فجيانجنان هتقف مع الكسبان بس ومش هتتدخل في اي حاجة. بتتحمس ليانج وبتقول انهم لازم يخلصوا على القادة دول كلهم لان كلامهم حرق دمها. وكمان تيخا ولاو بيقولوا ان موتهم على ارض تيانهاي معناه انهم مش هم اللي بدأوا الحرب دي. بيأكد زنج على كلامهم وان فعلا موت قادة داز على ارضهم هيجنبهم عقاب جيانجنان، ولكن لازم يدولهم الاول اغراءات كافية تخليهم يدخلوا المدينة بتاعتهم. بتقول له شنشن انها كده فهمت خلاص هو بيفكر في ايه بالظبط، وانه عايز بس يتظاهر بقبول العرض بتاعهم يا صديقي عشان يغريهم لدخول تيانهاي. بيأكد زنج على كلامها وبيقول لها طول عمرك وانت عارفة انا بفكر في ايه، وبيكمل بان كل اللي عليهم حاليا يحطوا خطة تقلل من خسائرهم قدر الامكان. بيرد له بان كلامه صح فعلا وبيسأله لو كان خطط لحاجة حاليا. بيوضح له زنج ان عنده خطة كويسة ولكن قبل ما يناقشها معاهم هيتصل الاول بباقي قادة تيانهاي عشان كلهم هيشاركوا في الخطة دي. بعد اتصاله بيهم بشوية وقت بنشوف وصول العربيات بتاعتهم عند بيت زنج، ولما بينزلوا منها بيقولوا انهم حاسين ان القصر بتاعه بيكبر وكانوا بيتمنوا يعيشوا في حاجة زيه. بيرحب زنج بيهم بمجرد دخولهم القصر وبيقول لهم يخلصوا يقعدوا
بسرعة. ما هو عايز يخلص ويبدأ الاجتماع قبل فوات مهلة التفكير بتاع قادة القواعد وإعلانهم الحرب عليه. ويظهر كده إن زنج ما قالهمش أي حاجة من اللي حصلت في التليفون يا صديقي، لأن ليان بتسأله لو كان استدعاهم بسبب حصول أي تحركات من قادة مدينة داز. بيرد عليها زنج بإن تخمينها في محله لأن مفيش غيرهم حاليا أساسا. بيتوتر جوان من رد زنج وبيقول له هتكون بتفكر تتخلى عننا يا اسطى. وحتى ليان بتغير نبرة صوتها بعد ما كان عامل زي صوت المعلم جرجيرة، وبكل حنية بتناديه بالزعيم وبتطلب منه يساعدهم في وضع الخطة. بيستغرب زنج من تصرفاتها وبيقول إنه ما كانش يتوقع يشوف الجانب ده منها، ولكنه عارف كويس إن الخوف بيخلي الناس تعمل أكتر من كده. ولما بيخرج عن أفكاره بيطمن ليان بإنه خطط لكل حاجة بالفعل خلاص، وكل اللي عايزه منهم إنهم يلعبوا الدور اللي هيقول لهم عليه، وعشان يبقوا فاهمين هو بيفكر في إيه بالظبط فبيوضح لهم إنه هيغويهم عشان يدخلوا المدينة وبعدين هيغفلهم ويخلص عليهم. ولما بيقول لهم إنه عايزهم يعملوا نفسهم مستسلمين برضه بيوافقوا على طول. بيبعت بطلنا رسالة لقادة داز بعدها وفيها بيقول لهم إنهم مش محتاجين مساعدتهم في حماية تيان هاي، ولو حاولوا يهجموا عليهم هيبلغوا جيان جنان بالحوار ده، لكن لو قرروا يفضلوا في مدينة داز عادي فهو مستعد يديلهم جزء من الموارد بتاعتهم شهريا. بيموت صن من الضحك بعد ما بيشوف الرسالة دي، وبيقول إن كلام زنج معناه إنه مرعوب منهم وبيحاول يتحامى في جيان جنان. بتضحك جايا هي كمان وبتقول إن الرسالة فعلا كوميدية وكلها نكت، ولما يحتلوا تيان هاي هتشغل زنج مهرج عندها لأن الدنيا دي حاليا ما فيهاش ولا بلياتشو. بيتدخل شين وبيقول لهم كفاية كلام جانبي وبيطلب منهم يركزوا على المهم وما يخفضوش من حذرهم أبدا. بترد جايا بإن مفيش داعي للحذر ولا غيره لأن رسالته أساسا معناها إنه استسلم. بيقول لها شين إن كلامها ممكن يكون صح وكل حاجة، ولكنه عنده شك في حوار كده. ما هو مش طبيعي يكون الشخص الملقب بإمبراطور تيان هاي جبان كده، وفي احتمال يكون بيمثل عليهم بس عشان يخدعهم وكده يعني. بيرد صن على شين بإن شكله هو كمان أصبح عيل جبان، لأن زنجة حتى لو بيخدعهم فمش هيقدر يعمل لهم حاجة بسبب ضعف الجيش بتاعه. بيقول له شين إن الحرس واجب دايما والأفضل يكلموا زنج من تاني عشان يتوصلوا لحل سلمي من غير أي معارك ملهاش لازمة. بتقترح جاية عليهم يطلبوا منه يسلمهم مساحات كبيرة من تيان هاي وكمان موارد كتير، لأنها شايفة إنهم يقدروا يضغطوا عليه براحتهم لأنه أكيد هيخاف على حياته. بيرد صن بإنه مش حابب كلامهم لأنه كان عايز يهاجم زنج بعد ما رفض يسلمهم أراضي تيان هاي، ولكن بما إنهم شركاء فهيسمع كلام الأغلبية وخلاص. في بيت زنج بقى بنشوف شنشن فرحانة وبتقوله إن عملية الاختراق تمت بنجاح. بيبص زنج في البيانات ومنهم بيعرف إن الثلاث قواعد حجمهم ضخم وقوتهم كبيرة وكل حاجة، ولكنها مع كده أقل من قواعد تيان هاي لما كانت بكامل قوتها. بتيجي عينيه بعدها على معلومات صن ونوع قدرته الخارقة، فبيقول إنه بالقدرة دي كان من الطبيعي ينتصر على جوان. بيثير كلامه فضول شنشن فبتسأله يقصد إيه بالظبط باللي بيقوله ده. بيوريها زنج اللي مكتوب على الشاشة واللي منه بنعرف إن صن مش بس بيمتلك إحدى القدرات التعزيزية العادية، وإنما كمان قدرته بتسمح له يخترق أي دروع أو دفاعات ويستهدف الأعضاء الداخلية على طول. أما عن جايا فقدرتها اسمها القبلة القرمزية، وعشان كده بيقول إنها مهارة منحرفة لأنها بتخلي أي حد يتعرض لها يحبها ويبقى كأنه الدمية بتاعتها. بتشاور له شنشن على نقطة ضعفها اللي موجودة على الشاشة واللي من خلالها بيعرفوا إن مدى استخدام المهارة الأقصى يبقى 100 متر بس. ده غير كمان إنها لو كانت قبلة مباشرة فتقدر تأثر على أي شخص حتى لو كان صاحب قدرات من الرتبة الرابعة زي زنج. في الأخير بقى بيوصل زنج لمعلومات شين واللي بيمتلك إحدى القدرات النصف وحشية واسم القدرة سرعة الفهد، وبتسمح له يوصل بسرعته لما يقارب سرعة الصوت. بيبص بعدها على معلومات مستودعات الأسلحة بتاعتهم وبيقول إنهم بيمتلكوا ترسانة أسلحة قوية نسبيا ولكن مش بالقدر الكافي لهزيمتهم. ما هو واثق إن القواعد الثلاثة أضعف بكتير في تسليحهم من قاعدة زيشان، واللي فشلوا يخترقوا القصر بتاعهم أكتر من مرة بمختلف أنواع الأسلحة. ولحد هنا يا صديقي بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، فلو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا بلايكاتك الجميلة وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.